احنا كنا زميلات من ايام المدرسة. طب في تعبيرات او ممكن كمان مراحل للاصدقاء يعني بالاندونيسي. الصديق اللي يكون فريندز عادي، يعني فريندز احنا بنقول بالاندونيسي آه تمن. تمن يعني قمة القرابة، يعني كمية القرابة مش قوي. يعني انا هو فريندز بس، يعني مش زي عزيز يعني، لا. فده احنا بنقول تمن. تمن اللي كمية القرابة قد كده. تمن اللي يكون أقرب أو أعز، يعني احنا بنقول صاحبات. صاحبات. في ناس بتستخدم كلمة صاحب. واه، ده صاحب جوي يعني. بالجاكرتا كده جوي يعني أنا. ده صاحب جوي يعني هو صاحبي بمعنى العزيزة لي يعني. تمن صحابات، يعني صحابات أقرب. فلو لو كنت عايزة تقولي مثلا احنا كنا زميلات من ايام المدرسة يعني. آه اولا kita teman dari SD. مثلا في مراحل كمان الدراسة في اندونيسيا SD، يعني ابتدائي تقريبا، يعني ابتدائي SMP، بعد الابتدائي او متوسطة، بعدين SMA اللي هي ثانوية العامة، اما ثانوية العامة او ثانوية الازهرية. نفس ال SMA هي SMA SD SMP SMA SD SMP SMA. فيعني احنا كنا زميلات من ايام المدرسة. ممكن توضحي ايش يعني الاصل، انهي مرحلة، يعني ممكن مرحلة ابتدائي، يعني من اي مرحلة من المدرسة يعني. فاول احسن oh kita teman dari SD. kita teman dari SD. او ممكن لو اقرب من كده kita teman او kita sahabat، يعني kita sahabat dari SD. يعني قول بقى الكلمة او مرحلة تناسبك، يعني اللي تناسبك. مثلا kita teman dari SD، kita teman dari SMP، kita teman dari SMA، او kita sahabat dari SD، kita sahabat dari SMP، kita sahabat dari SMA. ف ده يكون انسب يعني. فشوفي اولا يعني يعني ايه قد ايه القرابة، يعني هو حد عادي فريندز ولا عزيز، يعني اعز من كده. ف يعني كده الله يرد في تشتركوا سبسكرايب. وفي اسئله تانية، اكتبوا لي في الكومنتس، تشتركوا سبسكرايب. ودمتم في امان الله.